الشاعر قاسم الثاني. كنت أتحدث مع ماجد أنه الصباحيات عادة في عالم الحب والعشق تكون الجلسات والحوارات ما بين الحبيب والحبيبة ربما في المساء هو أفضل شيء للحوار، لكن أستاذ ماجد استطاع أن يتحدث فجرا، والحديث فجرا له دواعي كثيرة من الألم والحزن. حبي إلى زميلي العزيز ماجد علوان أتمنى له كل التوفيق، وأتمنى أن يربط تجاربنا الشعرية بتجربة أخرى. المرأة التي لم تكن يوما فقط حبيبة، المرأة هي الأم والأخت، وهي المربية الأولى في تاريخنا. أقرأ شيئا من تجربته. يقول: أيتها الفواحة مثل أريج القصيدة، والقاسية مثل طعم الألم، ترسمين شكل السرير وشكل ألف ليلة تتيه في الغبار، وترمي في قاموس دمي قصة أخرى في اشتياق، تجلسين فوق صمتي تنفخين في مجرات الليل، ليل يحاصرني من كل الاتجاهات، يحبس ضوء الشمس، يبكي نسيج الروح، برغم البعد تنامين في مساماتي وتمشين في دمي. تحيتي له. تفضل. شكرا جزيلا للشاعر قاسم الثاني. والآن أدعو الدكتورة ليلى القفاجي لإبداء رأيها في الشعر. والنص يتوهج من الداخل، يتوالى عبر هذه الانفيالات صور شتى للتحولات الاجتماعية والثقافية، تترجم المكبوتات إلى نصوص نثرية، وتبوح بما يخالج الوجدان من تهويمات لا شعورية ينفذها الشاعر في صباحاته المتكررة. النص هو مجموعة من الخواطر تتشكل عبر أنساق تتدفق من تجربة الكاتب الشاعر الإنسانية والمعرفية، نسيج متراص من صور شعرية موضوعها الذات، تحمل هدوءا نفسيا وليلة. لكن شهريار هذه الخواطر خواطر نثرية أقرب إلى الشعر، امتزاج نثري شعري يصرح به الشاعر في مقدمة كتابه: حاولت أن ألم الشمل ما بين الشعر والنثر، متخذا من مقولة الشاعر محمود درويش أساسا لعرض خواطره حين يقول: جمعتهم في جواز سفر واحد كي يتصالحوا ويحفظ كلاهما هيبة الآخر بيدنة دائمة. فهو يسعى إلى لملمة الشعر والنثر في بوتقة واحدة، يحمل أحدهما الآخر سمات جمالية تؤطرها ثقافة الشاعر وامتلاكه ناصية الثقافة. نحن أمام كم من هائل من المفردات والتعبيرات، ذاكرة امتلأت بإرهاصات الذات المتجلية، تكشف عن توهج العاطفة وعمق المشاعر، حين يقول: صباحا أتعثر ببقايا عطرك المنثور، أعيش أرقا صباحيا بين فنجان الشاي ووجهك، تدور حروفك في عمق ذاكرتي كاسطوانة مجنونة.
نحن أمام بث صباحي يمتزج برقة الحرف وجمال المعنى، رسائل يبثها سكون الليل لتتوهج خواطرا في الصباح عبر تكثيف صوري يكشف عن ثقافة الشاعر وعمق درايته بالتلاعب في الكلمات والمعاني، بحيث لا تتكرر ويغلب عليها سمة التكرار. حين نقرأ كتابه نجد أننا أمام صباحات متكررة تحمل سمة التشابه، لكننا حين نقرأ هذه الخواطر نجد تلوينا ثقافيا ومعرفيا جماليا متميزا لا يمت إلى استكرار بصلة، بل يتجدد الحرف والأسلوب والمعنى في كل صباح في أنساق دلالية وتركيبية يؤطرها الإحساس النابع من خبايا الذات العاشقة. المرأة هي المحور الأساس في خواطره، امرأة معينة وهي زوجة الشاعر، تتكرر المرأة في كل خاطرة، تلعب دورا أساسا في لملمة العاطفة المبثوثة عبر صفحات الكتاب. الزمن عاطفة منفردة، نحن أمام عاطفة منفردة غير مركبة، أن الحديث موجه إلى امرأة بعينها لا لسواها، تلتف حوله ب1000 امرأة. وأنت حبيبتي كل صباح وأنت قصتي وملهمتي ولوعتي، فآه على يوم يمر من دون المخ أن تنثرين الأنفاس باستنشاقك، تلتفين حولي ب1000 امرأة شعورا وسكرا. فالشاعر هنا مصلوب أمام كل صباح يناغم فيه 1000 ليلة وليلة، في حوار يبتعد فيه الشاعر عن سمة التكرار، وإن كان في بعض الأحيان يكشف لنا عن محاورة روحية تحمل في طياتها تناغم الألوان والشعور. انفجار نثري شعري جميل الوصف رقيق العبارات، يحتضن الأسماء كتغريدة الطيور في الصباح، كأننا أمام قيثارة تعزف بأجمل الحروف في طلعة كل صباح جميل. في ختام له الألف بصباحاته الجميلة التي ينثر فيها باقات ورد معطرة بأنفاس الليل. والسلام عليكم. شكرا جزيلا للدكتورة ليلى على هذه الشذرات النقية وهذه القراءة الموسوعية التي غاصت في أعماق نصوص هذه المجموعة. حقيقة ماجد علوان شاعر متمكن من أدواته، صوره الشعرية مكثفة، يمتلك قدرة عالية على التعبير، اختط لنفسه نهجا جميلا في توصيل ما يريد البوح به إلى المتلقي دون عناء. أنا سعيد جدا أنه أرى هكذا شاعر يستطيع أن يجذب إليه القارئ. في المقدمة التي كتبتها في هذه المجموعة قلت فيها أن ماجد علوان في نصوصه الشعرية والنثرية يعبر عن المصير الإنساني غاية في الجمال والإبداع وافتراض الصور الشعرية من خلال التعبير والنسيج المحكم للعثور على الحقائق التي تتوق لها النفس الإنسانية. فما كتبه ماجد علوان في هذه المجموعة هو ترجمة حقيقية للمشاعر والأحداث والأحاسيس التي توشح حياتنا اليومية بكل إرهاصاتها وتشكلاتها. لذلك حين نستمع إلى أغنية نسجت كلماتها بانتقاء عالي ندلل على تضافر العناصر اللي هي الشاعر والملحن والمؤدي، لأنها تلامس الروح وتحاكي شغاف القلب، ونتفاعل معها بكل الإعجاب والرضا.
فالكلمة الشعرية المعبرة والهادفة التي تتناول موضوعا ما من موضوعات الحياة المختلفة تترسخ في الذاكرة، كونها تحمل بريق الحقيقة وتجسد الفرح والحزن والمعاناة وتقشع ظلمة النفس. هذا جزء من المقدمة التي كتبتها للشاعر. والآن عودة أخرى للشاعر ماجد علوان وكي نستمع له ما فاضت به قريحته الشعرية. شكرا أستاذ. تعالي ننسكب أحدنا بالآخر، نتكسر أحدنا بالآخر، ننهي سفر القوافل من الحروف لتستقر وطنا في قبله، نعلن ساعة الحشر في أنفسنا، تلتهب الساعة حبا، نرى النار وندخل الجنة. تعالي لأرى ارتباك وجهك بين عواصف أصابعي وشفتي وطيبتي، واتركيني أعيش متعة الشغب الطفولي في باحة خديك، صباحي ظامئ كليلي بك، وكوب الشاي يتيم فوق طاولتي، والسجارة الأولى في فمي سفينة شوق تمشي إليك. شكرا. أحسنت يا شاعر. سفينة شوق تمشي